نرمين جبتلك النهارده فيديو مفيش حد هيختلف قد ايه هو جميل والناس كلها تحب تعمله، خصوصا ان احنا في الصيف. منعش جدا شكله. بصراحه يعني انا اول ما شفت الفيديو ده بتاع البطيخ قلت لازم اعمله معاكي، لان انا بصراحه اعجبت بفكره ان انا اكل ايس كريم بطيخ بقى باسهل طريقه ممكن اي حد يشوفها، مش صعبه خالص. صح جدا، تعالوا نجربها ونشوف هتطلع حلوه ولا لا. يلا بينا. ما ينفعش الفيديو من غير البطيخه، شايفين عامله ازاي؟ دي اللي هنحتاجها في الفيديو. طبعا نرمين مش هتشق البطيخه، لا اكيد انا اللي هشقها مع نفسك. عايزاها بالعرض ولا بالطول يا ريس؟ لا يعني اعملها لنا كده. مش الافضل نعملها بالطول؟ لا بالعرض. اوكي. طبعا عشان تيجي معاكم مظبوطه عايز ايد تكون حلوه ونازله ستريت لتحت بس، وتشوف بقى انت وحظك. طبعا احنا مشترين البطيخه دي من حد انا عمري ما جبت من عنده بطيخه وطلعت قرعه، فلو طلعت قرعه يبقى انتوا بقى ده حظكم انتوا مش حظنا. لا واضح ان البطيخه طالعه جامده يعني، واضح. بص يا ريسه، حلوه قوي شغاله يجي منها يعني. طيب. عامة هو الايس كريم اي حاجه فيها تبقى حلوه يعني. ده بالعكس، لو بطيخه وحشه تقدروا تعملوها بالطريقه دي، هتبقى مسكره وطعمها حلو. بصوا بقى بمعلقه ونبدا نطلع البطيخ بالشكل ده. عايزينه من غير بذر يا نرمين؟ هقعد انقيها انا في الاخر. انت هتخليه وفي الاخر تشيلي البذر. اه طبعا البطيخ عايز فن يعني. بص طبعا نرمين اقنعتني، فانا هعمل زي ما بتعمل، هنفضل نقور في البطيخه. انا عايزكم توصلوا لكل حاجه. طب ما انت تقور وانا انقي. طيب عدينا نقوره لي. طبعا ده فن، مش اي حد يعرف يقور بطيخ زيي، ومش فارق حتت قد ايه يعني. كل ما تقطعوها صغيره كل ما تبقى سهله معاكم ان انتوا تقوروها يعني. وزي ما انتوا واخدين، بص نرمين بتقور اهي. وده شكل البطيخه بعد ما قطعناها صغير زي ما انتوا شايفين. ونرمين طبعا غلفت النص التاني بستريتش، وهنحطه في التلاجة لغايه ميعاد التقديم. وده هيخش الفريزر مش اقل من 3 ساعات. 3 ساعات في مفعول لحد ما يكون اتجمد جامد، وبعد كده نرجع لكم نكمل بقى الايس كريم. يلا بينا. وبعد ما جمدنا البطيخ جت فقره الدوشه. هنحط بقى في المحضر او في الكبه او بالهاند بلندر. احنا هنحطه في المحضر عشان نعمل زي ما عملوا بالظبط، ومش هنحط اي حاجه. هو عسل لو عايزين عسل، او سكر لو ما عندكوش عسل زي حالاتنا المره دي. نحط سكر او عسل. صراحه العسل خلصان زي ما قال عماد، هنحط سكر، معلقتين سكر. فقره الدوشه. انا ونرمين قاعدين بنلعب. خلاص كفايه. فكره ايدينا نظيفه يا جماعه يعني، ما احنا اللي هناكله يعني. احنا اللي هناكله وايدينا نظيفه غسلينها يعني. انا اللي هاكله. الوصفه الاساسيه ما فيهاش كريم شانتيه، بس احنا هنحط 3 معالق عشان يدينا قوام لذيذ كده، احسن من القوام المتلج. اللي ما عندوش كريم شانتيه يستخدم بطيخ بس، زي ما انا كنت رايي من الاول. بس يعني نرمين انتوا عارفه بتحب تسيطر في المطبخ. لا هتبقى طعمها احلى. لا نرمين بتحب تسيطر. هنحط لا ايه الجمال ده يا عماد؟ ايه ده؟ طب بقى من عظمه. هو حلاوته في التقديم بس. بصوا يا جماعه، ونجيب اي معلقه كده ونقوم خابطين خبطتين البطيخه. طبعا هي لازم تخش الفريزر تاني، احنا بعد الضرب لازم يخش الفريزر تاني. بصوا بقى يا جماعه، ده كده شكله، وهنغطيه وندخله الفريزر مش اقل من 3 ساعات تاني علشان يجمد قوام حلو كده. عشان نقدر ناكله كايس كريم. هو كده سموزي، يبقى احلى سموزي بطيخ، بس احنا عايزينه ايس كريم. يلا هوديه الفريزر وارجع لكم. واخيرا الايس كريم بتاعنا اتجمد وجت فقره التذوق. هي طبعا محتاجه صحه. توك 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 توك. هاتي واحده عشان ادوق معاك. انت هتدوقي لوحدك، عماله تحط في كوبايتك بس. ادوق قبله ولا ندوق مع بعض؟ بلاش قله الاصل يعني، خلينا ندوق مع بعض. ادي شكل البطيخ بتاعنا اهو. طبعا انتوا تحسوه مرمل كده. ندوق بقى. احلى ايس كريم ده ولا ايه؟ حاجه فريش كده قوي يا عماد، فريش قوي، كأنك بتاكل بطيخ مجمد او بطيخ تلج، صح؟ ده هو ايس كريم لذيذ. انا مش مضايقني، بس هو عارفه ناقص سكه سكر بس انا بالنسبه لي عماد حلو، بس اي حد غيري هياكله لازم يزود سكر. بس انا لو حطيت له كريم شانتيه اكتر شويه كان هيبقى كريمي اكتر. هو تحسه مفتفت مفرول شويه. تعالى قول لي رايك. انطونيوس رجع يدوق معانا تاني. ايه رايك؟ هو حلو بصراحه. عجبك؟
خلاص انا اعمل لك كوبايه. عموما ده الفيديو اللي معانا النهارده، كان احلى فيديو ايس كريم بطيخ منعش. ما تنسوش بقى تعملوا ايه؟ فولو الصفحه ونشوفكم مع فيديو فيديو جديد. جديد. باي باي باي. باي.